قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. الرئيس الجزائري ينهي مهام القنصل الجزائري بالدار البيضاء. أجرى الرئيس الجزائري حركة في السلك الدبلوماسي لبلاده المعتمد في عدد من الدول، وشملت هذه الحركة إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصلة العامين. وحسب الجريدة الرسمية الجزائرية، فمن بين الأسماء التي شملتها هذه الحركة يتواجد اسم علي طلاورار الذي يشتغل قنصلا عاما في الدار البيضاء وتمت إحالته للتقاعد. للإشارة فإن تعيين طلاورار قنصلا عاما في الدار البيضاء يعود إلى عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويعد علي طلاورار أحد أبرز المدافعين عن جبهة البوليزاريو الانفصالية، وسبق أن سمي بالجزائر بوزير خارجية البوليزاريو بسبب دفاعه المستميت عن الجبهة.